تضغط على الكلمه الخضراء ديت، وكده المفروض شغلنا اللعبه من غير هويه ولا رقم موبايل ولا اي حاجه من الحاجات اللي اللعبه بتطلبها. دلوقتي نحمل 800 ميجا عشان نخش على اللعبه. زي ما انت كده شفت في الاول، اللعبه اشتغلت من غير اي حاجه، من غير ما يطلب مني هويه ولا رقم موبايل. هشغل لك اللعبه النهارده من غير رقم الموبايل والهويه، ومن غير وجع الدماغ كله بتاع اللعبه. اما نبدا، اول حاجه لايك، شير الفيديو، هشرف في القناه، فعل زر الجرس، ورابط جروب التليجرام تحت في الوصف هتلاقي فيه كل الرابط اللي انا استخدمها. في يوتيوبر اجنبي اسمه ايفيبور ريسيفد، اليوتيوبر ده هو اللي منزل الطريقه دي. انا جبتها لكم منه، وكان شرح بالاجنبي بس انا جبتها لكم منه، كل حاجه ان شاء الله تبقى بسيطه معاكم. واول حاجه تعملها تخش على جوجل كروم. جوجل كروم هنحتاج نحمل منه تطبيق مهم جدا. التطبيق ده موجود على موبايلات هواوي، فهو التطبيق ده لو عندك مش هتحتاج تحمله وانت موبايلك هواوي. هتكتب في السيرش تحميل متجر هواوي، هتخش على الموقع ده. الموقع ده هسيبه لك في جروب التليجرام اللي هتلاقيه تحت في الوصف. انت شايف هو ده التطبيق اللي احنا هنحتاجه. هتروح تعمل تنزيل، وانت بقول لك برضو كل الروابط هتلاقيها تحت في الوصف. هو يعتبر مفيش غير الرابط بس ده هو اللي نستخدمه، رابط الموقع ده عشان نحمل منه التطبيق. وانت شايف قاعد يقول لي جاري التحميل. لو ما حملش معاك اعمل تحميل مره اخرى والرابط هيجيلك عادي. اعمل تنزيل الملف. انت شايف كام ملف عندي بينزل، بنزله مرتين مش مشكله. انت شايف برضو الملف عندي بينزل. اول ما الملف ينزل تضغط عليه ضغطه كده وتعمل اداه تثبيت الحزم، وهتعمل له تثبيت، وهتستنى لحد ما التطبيق يتثبت معاك. التطبيق اسمه متجر تطبيقات، التطبيق ده موجود لهواوي فقط، بس عادي ممكن تحمله. اول ما تحمله تعمل فتح، وانت شايف التطبيق هيفتح معاك، وهنستنى لحد ما التطبيق يفتح. انت شايف هيجيلك القائمه دي، تعمل اوافق وهتعمل سماح، هيدي التطبيق كل صلاحياته. هتعمل حسنا، وهتروح على كلمه اسمها انا ديت تحت ديت في يسار الشاشه، وهتروح على تسجيل الدخول الى حساب هواوي. انت ما عندكش هواوي، فهتعمل ازاي تسجيل الدخول؟ كمل بس الفيديو. هتعمل تثبيت، حجم التطبيق ده 50 ميجا، هتعمل تثبيت للتطبيق ده. ما انت شايف التطبيق قيد التنزيل و50 ميجا هتحملهم. يلا نشوف بس لحد ما التطبيق ينزل ونكمل معاكم الفيديو. اول ما التطبيق ينزل تروح على اعداد تثبيت الحزم، هتخش عليها هتروح على الاعدادات، بعدين تضغط على متجر التطبيقات، هيجيلك تثبيت. اعمل تثبيت للتطبيق. زي ما انت شايف التطبيق هيتثبت معاك، اللي هو HMS كور. التطبيق ده اللي احنا هنحتاجه عشان نعمل حساب منه. هترجع خطوه ورا، وهو تلقائي هيدخلك على انشاء الحساب. لو انت عندك حساب قبل كده ممكن تحطه، ما عندكش حساب اعمل حساب جديد زي ما انا هعمل قدامك في الفيديو دلوقتي. يقول لك جاري التحميل وهتعمل اوافق. هتروح على تحديد البلد اول حاجه، وهتعمل مثلا البلد اللي انت منها، تعمل مصر، السعوديه، البلد انت منها هتعمل اوافق. بعدين هتعمل التاريخ الميلاد بتاعك، هتعمل حبه معلومات شخصيه ليك وهتعملها. هتعمل بقى، ركز بقى في الحته دي قوي معايا، هتعمل استخدام رقم الموبايل. رقم الهاتف لازم تستخدمه. هيقول لك هنا ايه، دخل بقى رقم هاتف وهيجي لك الرساله. انا هحجب كل ده عشان انت تعمله من عندك، معلومات شخصيه ليك. زي ما انت شايف اول ما اعمل كل حاجه، انت شايف انا بقول لي رقم الموبايل بتاعي متسجل بحساب قبل كده، انا عشان فعلا انا كنت عامل بيه حساب، فانا اروح اسجل الدخول بيه وارجع لكم تاني. فانت شايف بعد ما سجلت الدخول الحساب بتاعي، هو ده الحساب بتاعي اللي انا هعمله. كل اللي عليك هتنزل تحت كده وهتروح على الاعدادات. ركز بقى في الحته الجايه دي قوي. هتنزل تحت كده هتروح على البلد والمنطقه، ركز في الحته دي قوي لان ديت اهم حته في الفيديو. هتخش على البلد او منطقه وهتعملها الصين. زي ما انت شايف يقول لك جاري التحميل، ما اعرفش جاري التحميل النت عندي يعني ايه، الله حكايته، بس مش مهم. هتروح تعمل البلد الصين اول حاجه، بس كده تعمل تغيير البلد او المنطقه. هتعمل موافق واعمل بحث بقى، هتكتب الصين اول واحده. اختار اول واحده، ما تختارش تايوان ولا اي حاجه، اختار الصين اول واحده. ما انت شايف كده يقوم قايل لك دخل ايه كلمه السر بتاع الحساب اللي انت عامله. انا دخلت كلمه السر، وهيدخلني بقى على الخطه دي تعمل وافق. وما انت شايف التطبيق حتى بقى لغته بقت صينيه، هتعمل تكتب في البحث ايه فوتبول وهتعمل بحث. ما انت شايف اول واحده اللعبه قدامك اهي، اللعبه حتى مكتوبه بالصيني. خش على اللعبه ديت. انت شايف مساحتها 2 جيجا، بس اللعبه اصلا تقريبا في الحقيقه مساحتها 5 جيجا. تحتاج لسه تحمل، تاخد مساحه من جوه تقريبا لسه. اللعبه حاليا 2 جيجا، كل اللي عليك هتحمل ال 2 جيجا دمت. ما انت شايف اللعبه قدامك هي صينيه. نفسي اعرف بس تقييمها 2.8 ليه الصينيين يعني غاضبين على اللعبه بتاعهم ليه؟ ما بالك بقى جم على العالميه اللي هيحصل فيهم. مش مهم، كل اللي عليك تحمل اللعبه وارجع لكم. حاليا رجعت بعد ما ثبت اللعبه، واللعبه حاليا بتنزل. اول ما يقول لك قيد تثبيت هتعمل تثبيت للعبه. اول ما تعمل تثبيت
هيظهر لك قيد التثبيت، هتقعد حوالي 5 ثواني لحد ما يظهر لك رساله ان اللعبه فتح. اعمل فتح من التطبيق او اطلع من المتجر واعمل فتح. ما انت شايف اللعبه هتفتح معاك اهو، هتضغط على الكلمه باللون الاخضر ديت، زي ما انت شايف هي حامل معاك كده تحميل بسيط مساحه صغيره، بعدين اللعبه تفتح معاك زي ما انت شايف من غير اي مشاكل. كده احنا حملنا اللعبه. لو انت محمل اللعبه من اي مكان تاني مش هينفع، زي ما قلت لك لازم تحملها من المتجر ده. انت شايف كده اللعبه بتفتح معانا اهو، وكل حاجه قدامكم ما قصيتش حاجه من الفيديو. اللعبه حاليا فتحت زي ما انت شايف، كل اللي عليك تضغط على علامه الدخول. نشوف بقى هيظهر لنا ايه اول ما نخش. بيقول لك ايه بقى؟ الوصول الى صوره حسابك الشخصي والاسم والكنيه والتحقق من عمر البلوغ، وجايب لك رقم الموبايل بتاعك. هتعمل سماح. اول ما تعمل سماح هيظهر لك رساله، برضك المفروض يظهر لك رساله تانية، هتتك على اللون الاخضر ده، دي صلاحيات الوصول للعبه. زي ما انت شايف بقى تضغط كمان مره عشان تخش على اللعبه. قبل ما اللعبه تخش المفروض تجيب لنا رساله للتحميل، المفروض نحمل مساحه معينه. زي ما انت شايف كده هنحمل 800 ميجا قدامك اهو، لازم تحمل 800 ميجا عشان تخش على اللعبه. اللعبه مساحتها كبيره بس انت مالكش دعوه، متقلقش. كل اللي عليك هتحمل ال 2 جيجا من بتاع المتجر من الجاليري بتاع هواوي، وهتحمل ال 800 ميجا دول، والباقي اللعبه هتحطهم لك تلقائي، مش هستهلك اي حاجه من باقه النت. وزي ما بقول لك لازم تحمل اللعبه من متجر الجاليري بتاع هواوي، اللي هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف او في جروب التليجرام. الميزه الحلوه كمان انك حاليا لما اللعبه تنزل لها تحديث تحدثها على طول من متجر الجاليري، هيجي لك اشعار ان اللعبه نزل لها تحديث، تحدثها تلقائي وتخش عادي من غير ما تدخل حسابك تاني ولا وجع دماغ. وحاليا حسابك محفوظ بالجاليري، يعني لازم كل مره مثلا عايز تنقل حسابك من موبايل لموبايل لازم تعمل نفس الطريقه. هحمل ال 800 ميجا وبعدين هنشوف اللعبه هتفتح ولا لا. حاليا بعد ما حملت 800 ميجا ظهر لي ان لازم ترستر اللعبه تلقائي هتقفل عندك وهتفتحها تاني، وهيظهر لك القائمه ديت اكتب فيها اسمك عادي اكنها بيس العالميه، هتخش ولا اكن حاجه تحصل، وحسابك هيبقى مسجل برقم الموبايل اللي هو على الجاليري على المتجر اللي انت حملت منه اللعبه. بعد ما تكتب اسمك هتضغط على العلامه اللي على اليمين، الكلمه اللي على اليمين تضغط عليها وهيحمل معاك تحميل بسيط. دي خلاص بقى غير التحميل ال 800 ميجا اكنه تحديث زي كل مره هينزل معاك، يعني ممكن مثلا 9 ميجا 10 ميجا زي اللي بينزل كل مره زي كل خميس عندنا كده. اول ما يخلص تحميل معاك مبروك عليك، الحساب بتاعك اتفتح، واكنك افضل العب بيس بقى، بيس السنيه زي ما انت شايف. العب بقى بيس براحتك اكنها زي بيس العالميه او احسن كمان. ومبروك عليك الحساب من غير هويه ولا رقم موبايل. اللعبه قدامك هي فيها كميه احداث على كميه ايفنتات كميه باكجات، كل حاجه قدامك تعرف تعمل فيها فرقه بسهوله وتجيب اللي انت عايزه. هتلاقي عندك كمان حاليا الدخين، هتلاقي عندك في فريرة موجود وكوينز بالهبل واحداث كتيره. دي اللي بيميز بيس الصينيه عن بيس العالميه. وغير كمان ان سمعت ان في اضافه تبادل لاعبين نزلت فيها، وفي اضافه مايك نزلت فيها. انا ما جربتهاش بس ان شاء الله اجربها قريب وانزل لكم عنها فيديو. قدامك اهو كل حاجه، كميه كوينز كتيره قوي على كميه احداث كتيره، تعرف تبني فيها الفرقه بسهوله وتلعب بقى وتجرب اللاعبين براحتك، وكل حاجه تلاقي قدامك براحتك. زي ما انت شايف القوائم فيها كتيره برضو. وشوف بقى الباكجات. وكده شغلنا اللعبه بدون هويه ورقم موبايل. وفي حاجه برضو عايز اقولها لك، انك لو محتاج تحدث اللعبه اول ما ينزل لها تحديث هيجيلك اشعار من متجر الجاليري بتاع هواوي اللي احنا حملنا منه اللعبه. المفروض يجيلك منه اشعار ان اللعبه نزل لها تحديث وتحدث منه عادي، والحساب بتاعك مربوط بيه. يعني انت لو عايز برضو تغير الحساب بتاعك من موبايل لموبايل لازم تعمل نفس الطريقه وهيخش بنفس حسابك. وبس كده يا اخواتي، كان فيديو النهارده. مستنيش تعمل لايك وشير للفيديو، حط اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي بصحه وسلامه. سلام.